بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بداية، ما رأيناه في هذه الأيام من حرص الناس على مقاطعة منتجات هذه البلاد الفاسدة، وما رأيناه من الهم والحزن الذي أصاب المسلمين، هذا كله دليل على بقاء الخير في قلوبهم، ودليل على الإيمان، ودليل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله شيء طيب. ولكن نريد أن ننصر رسول الله النصر الأعظم. ما هو؟ اعلم يا أخي أن هذه الأمة لا تنصر إلا بالطاعة، ولا تهزم وتهان وتذل إلا بالمعصية، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فعلينا أن نرجع إلى شرع الله عز وجل، وعلينا أن نرجع إلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وفي كل حياتنا. الله عز وجل يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا أردنا أن ننصر رسول الله فعلينا أن نستجيب لشرع الله، وأن نتبع هدي رسول الله، فإن هذا فيه حياة القلوب بالإيمان، وفيه الحياة السعيدة الطيبة في الدنيا، وفيه الحياة الخالدة في الجنة. لقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الاستجابة لله ولرسوله، وفي تنفيذ أوامر الله ورسوله. نأخذ منها بعض الأمثلة. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: كنا في بيت أبي طلحة وكنت أسقيهم الخمر، فلما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد حرم الخمر، قال: فكفأنا القلال وسكبنا الخمر حتى إنها لتسيل في طرقات المدينة، ومن كان في فمه شيء منها مجه. السؤال يا أخي، هل قال بعضهم كما يقول بعض المدخنين الآن إذا قلت له: يا أخي إن هذا التدخين يضر بدينك ومالك وصحتك، يقول لك: طيب دعني أتدرج في ترك التدخين، آخذ من السجائر الإلكترونية، لا مش. وهذا يا جماعة لم يحدث، مع أن هذه الخمر تعلق النفوس بها أكثر من تعلق النفوس بمثل هذه السجائر وغيرها. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، أن هؤلاء كانوا يستجيبون بسماع الأمر. لم يقل أحد منهم: مالي ومال عيالي، ولا أبيعها إلى يهودي، أبيعها إلى كذا رأس. لا، لم يقل هذا، إنما استجابوا لله ولرسوله. هذا دليل على وقار الإيمان واستقراره في قلوبهم. لذلك مع أنهم كانوا قلة إلا إنهم كانوا أعزة، قادوا وسادوا الدنيا. كذلك في غزوة خيبر لما طهوا الحمر الأهلية فنادى منادي رسول الله: إنها حرام. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا: فأكفأنا القدور بما فيها، وكانت اللحم تفور فيها. فهذا كله من الاستجابة لله ولرسوله في ترك المعاصي. رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتم ذهب، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس لهذا الرجل: خذ هذا الختم فانتفع به. قال: والله ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا مسعود كان يضرب غلاما له عصاه، فسمع من خلفه صوتا يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، نظرت خلفي فإذا هو رسول الله، فسقط الصوت من يدي، وسمعته يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. قال: فما ضربت مملوكا بعد. انظر إلى كم الظلم بين المسلمين، وكيف يعذب بعضهم بعضا الآن، ولا يتقون الله عز وجل، مع أن هذه كلها أوامر لهم ولنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرعه كلها لهم وكذلك لنا. فكل آية في كتاب الله فيها يا أيها الذين آمنوا كانت موجهة لهم فهي موجهة لنا، وكل أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانت لهم هذه الأوامر فهي أيضا أوامر لنا، وكل نهي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا نهي لنا. فانظر إلى الفرق بين استجابتهم لأوامر رسول الله، وانظر إلى اتباعهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسمته، وانظر إلى استجابتنا. كان الصحابة يفعلون السنة لأنها سنة، أما الآن
الناس يتركون السنة لأنها سنة، فإذا قلت له يا أخي احرص على كذا أو كذا، أو 12 ركعة في كل يوم، احرص على صوم اثنين وخميس، احرص على يقول لك يا أخي هذه سنة، فيتركها لأنها سنة، وكان الصحابة يحرصون عليها لأنها سنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.